السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. وخير الدعاء لكم هو أني أسأل الله لكم أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى يا رب. نبدأ القصة ديالنا ديال اليوم على بركة الله. وقبل ما نبداو لا ننسى الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. القصة ديالنا ديال اليوم جرات في 2001 في واحد المدينة قريبة من مدينة الدار البيضاء. هذه واحد الأسرة اللي كتكون من الأم والأب. الأم اللي سميتها أم حليمة كتشتغل يعني خادمة في البيوت، والأب السي عبد الواحد اللي كان كيشتغل خياط. هاد الأم والأب يعني كانوا عايشين على قد الحال، غاديين مع الوقت دقة دقة، وهما تزوجوا وهما كبار السن، وكانوا كيتمناو يرزقهم الله سبحانه وتعالى بالذرية الصالحة. وبالفعل سنة 1980 زادت عندهم الطفلة ليلى. ما خلاو ما داروا على قبلها، يعني داروا واحد العقيقة اسبوع يعني، وعرضوا فيه على جميع العائلة والأهل والأحباب، وما خلاو عليها حتى حاجة، يعني حتى حاجة ما عزوها فيها. الأب من الجهة ديالو أم حليمة كانت كتشتغل عند أعيان هذيك المدينة، يعني ما كانت مرعاها من كل شيء، ما مخليه عليها، يعني ما مخلياش من جهدها من جهة ليلى. بدات كتكبر ليلى وهي مفشة، يعني عند والديها غير هي واللي حلات عليها فمها كتلقاها قدامها. وبحكم ان عندهم غير ديك البنيسة دخلوها في التعليم الابتدائي، المدرسة خاصة، وكانوا كيخلصوا عليها. ولكن البنت هنايا بدات كتطور ديك الشخصية ديالها، وما بقاتش راضية بهذاك الوضع، يعني ما كترضى لا بامها لا بباها، يعني ما كترضاش هذيك الام اللي لابسه غير لباس بسيط، واحد جلابه يعني عرضتها كما كنقولوا، ويديها يعني حارشين بشغل البيوت، وفيهم غير ريحة يعني جافيل والصابون والتيد وما إلى ذلك. يعني ما كانش كترضاها تجي عندها المدرسة، بحكم ان ليلى كانت يعني اللي لقاتها اللي بغاتها كتلقاها، وكتلبس. دوك الناس اللي كتشتغل عندهم الام ديالها كيعطيوها غير لباس يعني اللي هو فاخر، هو اللي كتلبس، يعني ما بينش عليها حالة الفقر، وما بقاتش راضية بالوضعية ديالها. واللي سولها على الوالدين ديالها كتقول ان الاب ديالها كيشتغل محامي والام ديالها مهندسة. المهم تطورات الأيام وسارت الأيام على هذا المنوال حتى بلغات آه، ليلى في الدراسة ديالها المرحلة الثانوية. هنا غادي تكون واحد الفاجعة، وهي وفاة الأب عبد الواحد اللي مرض وتوفى. المهم بقات الأم يعني بوحدها اللي كتشتغل، وبحكم أن أم حليمة هنايا كبرات يعني ما بقاتش قادة على داك الشغل في البيوت، يعني نقصات عوض ما كانت كتخدم طيلة أيام الأسبوع ولات كتخدم مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع. هنا ليلى والأم ديالها قرروا أنهم يتركوا داك السكن اللي كانوا مختارينه، يعني سكن مستقل، وسكنوا في واحد السكن اللي هو أقل ثمنا، يعني مع الجيران، يعني المطبخ مشترك والحمام أعزكم الله مشترك مع الجيران. صافي هنايا ليلى قررت أنها تترك الدراسة ديالها، عيات مع الأم ديالها ولكن والو رفضات. رفضات أنها يعني تكمل الدراسة ديالها. صافي خرجات وعطاتها غير الصهير وأصدقاء السوء، مبقاش كاع كتجي للدار. وهنا ليلى غادي يعني كانت في مرحلة المراهقة ما نساوش، وما راضياش بالوضع ديالها، يعني بدات كتعاطى لشي انواع ديال المخدرات، وبدات كتجي غير عند الام ديالها باش تاخذ الفلوس، كتجي فقط باش تاخذ الفلوس ماشي باش تجلس معاها او تونسها. صافي بقات عطيها الدوران مع الصحابات،
هادوك الصحابات عمرو ليها راسها، قالوا ليها علاش ما تهاجريش لدولة الامارات وتما تخدمي واحد السنة او سنتين وتدبري على راسك مزيان، تجيبي نقود باش تشاري منزل يعني وتعيشي عيشة مرتاحة. صافي اتفقت معاهم على أنها تهاجر لدولة الإمارات، وبالفعل لقوها مع واحد السيدة اللي اتفقت معها أنها مور رمضان، يعني مور عيد الفطر غادي تهاجر. وديك السيدة غتكلف ليها بالتذكرة وغتكلف ليها يعني مصاريف ديال الفيزا وما إلى ذلك. جات هنايا ليلى عند الأم أم حليمة وفتحات معاها الموضوع، ولكن هي الأم كانت رافضة، قالت لها علاش غادي تهاجري بنتي وتخليني بوحدي وانا عندي غير نتيا يعني بقاي معايا، ديري شي صنعة ولا ديري شي حاجة، ما تبقيش غير هكا، خدمي على راسك وجلسي معايا. ولكن هي ليلى أصرات وقالت لها انا خاصني فلوس وخاصك تعطيني. وبحكم ان امي حليمه كانت مدخره واحد شويه ذهب، واحد القيمه يعني ديال 10,000 درهم ذهب او 20,000 درهم بحال هكا، قالت لها عطيها لي نبيها باش غادي نعاون بها المشي. الام حليمه رفضات، ولكن في الاخير رضخات لطلب ليلى. قالت لها غير غتسني عليا واحد شويه، غادي نجبد هذاك الذهب وغادي نبيعو وغادي نعطيك الفلوس مني انت مصره، يعني ما غاديش نخسر لك خاطرك. قالت لها المهم بالفعل فطروا داك النهار وناضوا نعسوا. قالت لها الصباح ان شاء الله بيكون خير. نعسوا واحد الميقات حتى الميقات ديك 3 د الليل. هنايا ليلى دخل معها الشيطان وبدا كيوسوس ليها. ناضت ضربات الام ديالها بواحد القنينه ديال العصير اللي كانت من الفخار، ضربتها على الراس ديالها. وهنايا الام فاقت بها، يعني قبل هي ليلى كانت بغات تهز الذهب، ولكن الام فاقت بها ودخلوا في صراع، ونزلات عليها بهذيك القنينه ديال الفخار وجابت الروح عمرها ما كانت فيها، يعني قتلات الام ديالها وهزات هذاك الذهب ومشات عند صحاباتها اللي مني شافوها بالفعل عندها الذهب رحبوا بها وشدوها عندهم، جلست معاهم باع بداو كيبيعوا في هذاك الذهب يعني يتمتعوا يدوروا من هنا ويدوروا من هنا. بحكم ان امي حليمه عندها الجيران ديالها يعني اللي كيسولوا فيها مره بحكم انه كان سكن مشترك. واحد الجاره ديالها جات تسول عليها، دفعات الباب وهي تبان ليها جثه هامده. هنايا هذيك الجاره اتصلت بالبوليس بالشرطه اللي جاو لعين المكان وهزوا ام حليمه وبداو كيسولوا الجيران شكون اللي عندها. قالوا لهم راه عندها بنتها راه كانت كتكون معاها. طلبوا منهم رقم الهاتف ديالها وبالفعل اتصلوا بها وداروا لها واحد الحيلة. قالوا لها جيرة الأم ديالك لقيناها مغمى عليها وراها داخلة المصحة، جي يعني باش تخرجيها من المصحة. داروا لها واحد الكمين وهنايا ألقي القبض على ليلى وتقدمات للعدالة واعترفات بكل شيء اللي دارت في حق الأم ديالها اللي تكرفصات عليها وخدمت عليها في الديور وما خلاتها محتاجة من حتى شي حاجة وعيشاتها أحسن عيشة. يعني كان هذا هو المصير ديالها. يعني تقدمات ليلى العدالة وتحكم عليها بالمؤبد. وكانت هذه هي القصة ديال اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيصدق قول الله تعالى هنايا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني الشر كان في هاد البنت هادي اللي كان خلفة، يعني كان جابوها وهما كبار السن وكان هذا هو الجزاء ديالهم. وهي يعني الطمع ديالها أنها تمشي للإمارات والإمارات ما لهاش فيها الخير، خلاتها تقتل الأم ديالها على هاد المقدار من الذهب اللي ما يساويش ضفر من الأم ديالها. نتمنى ناخذوا العبرة والعظة من هذه الحكاية، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.